يستعد نادي الزمالك اليوم السبت 14 من سبتمبر عام 2024 لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025، حيث يواجه فريق الشرطة الكيني في ذهاب دور 38. المباراة ستقام على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي. الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي بعد فوزه على نهضة بركان المغرب في النهائي. تعد هذه المباراة مهمة جدا للزمالك الذي يعتبر من أقوى الأندية الإفريقية في السنوات الأخيرة. ينتظر أن يسعى الفريق لتحقيق الفوز خارج أرضه لوضع قدم في دور 18 قبل لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة يوم 20 من سبتمبر. الشرطة الكيني الذي يشارك لأول مرة في البطولات الإفريقية تأهل لهذا الدور بعد فوزه على البن الإثيوبي في الدور التمهيدي. المباراة ستنطلق في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، وسيتم بثها عبر قناة أبو ظبي الرياضية الواحدة مع تقديم استوديو تحليلي يبدأ في الساعة 2 ظهرا. المعلق المصري بلال علام سيتولى التعليق على أحداث المباراة. الزمالك يدخل المباراة بتشكيلة قوية، إذ يعول على نجومه البارزين مثل أحمد سيد زيزو وشيكابالا لقيادة الهجوم وتحقيق نتيجة جيدة في نيروبي.